الكيان بيتهان. والله بيتهان حرفيًا، بس إزاي بقى؟ بُص يا سيدي، أنا هاسألك سؤال وبناءً على إجابتك على السؤال ده، هتعرف إزاي إن الكيان بيتهان. السؤال بيقول: تعرف إيه هو أهم عنصر في الجيوش أو القوات المسلحة بالنسبة للدول والكيانات؟ ممكن نقول مثلًا الإمكانيات العسكرية، قد إيه إن السلاح الجوي بتاعهم متقدم، أو قد إيه مثلًا إن الترسانة البرية بتاعتهم متطورة وكبيرة، أو حتى مثلًا يكون في سلاح ردع خطير ومدمر زي القنابل النووية والهيدروجينية. طبعًا كل الكلام ده مهم وبيدي قوة كبيرة للجيوش، بس أهم حاجة وبعيدًا عن ده كله هو المجند نفسه. المجند اللي لو مش موجود أو شخصيته ضعيفة أو مش متدرب كويس، كل الأسلحة دي وقتها مش هيكون ليها لازمة، بل بالعكس على فكرة ممكن يكون تأثيرها سلبي على الجيش. أو ده تقريبا بقى اللي بيحصل في الكيان. الكيان اللي بيمتلك ترسانة عسكرية كبيرة ومتطورة وعنده أسلحة فتاكة زي القنابل النووية اللي مش موجودة غير عنده في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي كله، ده غير دعمه اللامحدود من أكبر قوة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية. كل ده بقى حاجة، وقصة الجندي الإسرائيلي نفسه حاجة تانية خالص. الجندي اللي بيلاقي معاه أحدث المعدات والآليات العسكرية والأسلحة، واللي بياخد تدريبات على أعلى مستوى، والمعيشة والرفاهية عندهم عالية جدا، هو في الأصل إنسان هش وضعيف وقابل للسقوط في أي لحظة.